السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سلام 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 حباباتي الزينات، ربي يحفظكم وصحة فطوركم يا الزينات. البنات قعد عندي ميساج قعد مرقدتش الليل، نعاود فيه نعاود فيه نعاود فيه نعاود فيه والله ما رقدت. واحدة كتبتني راني متونسة بيك، لا عايلة لا حباب، والراجل قهرني بالكلام والضرب، كين ركلامي يضربني وصحتي طايحة غير في الطايح، ونفرح كي نشوف فيديوهاتك ونتونس بيك ونحس الدنيا بخير. نقول لك يا أختي، إن الله يمهل ولا يهمل، إن الله يمهل ولا يهمل. اصبري اصبري، البيوت أسرار، كل واحدة عندها مشكلة أختي، مش غير أنت اللي عندك مشاكل، ومش أنت اللي كيما هك بركة، أي واحد عنده مشاكل في الدنيا دي، بس كل واحد والمشكل تيعو كيفاه جا. ربي كشغل فرقنا، كل واحد ربي كيف عطاها مشكل. مثلا ما نقدرش نمثلك أنا، لازم تلقاي حاجة، جامي تلقاي حاجة ملاحة من كلش، جنة وجنان كيف تقول ماما، تلقاي جنة وجنان تسمى دي مش هدنيا. لازم ربي يعطيك يبتليك أدا ابتلاء من عند ربي سبحانه، قولي الحمد لله. وما حبيش نبخل على أختي واحد الدعاء، جربته دعاء الله الله، راني جربته. وش حنقولكم خاطر مهني نحبكم ومن القلب للقلب، حاجة كي تفيدني أني نقولها لخواتاتي. واحد الدعاء جربيه وقولي أمين وما قالت، أدا يسميوه دعاء تحقيق الأمنيات. تحقيق الأمنيات وش تقولي الدعاء ده يستجيب ليه ربي سبحانه، بربي إن شاء الله، بربي إن شاء الله يا أختي يا زينة، ما عبيش حتى اسمك وش أي حاجة نطلبها، بس حنكون القلب صافي وقبلي ربي سبحانه وابكي. ديما كي تدعي ربي سبحانه قبليه، كشغلك كي تحضري معاه وابكي من الداخل، من الحرقة قلبك من الداخل، ابكيله اشكيله. ما تبكي الجار، ما تشكي الجار، ما تحكي الوحدة. وش تقولك أواخدي ولا ما تقولك. كيف تقول ماما اللي يقول اللي يقول الشه أقدر من يقول أواخدي، فهمتيني؟ حطها في مخك، اللي يقول الشه حطها في مخك، اللي يقول الشه أكتر من يقول أواخدي. مالا أقفلي على دويرتك ولو بينك بين رواجلك، وحلي مشاكلك مع رواجلك بشوية والدعاء والاستغفار، وقبلي ربي سبحانه وادعي بنيتك وبقلبك من الداخل وابكيله. وش تقول يا أختي؟ نصلي ركعتين أتوضاي وقبلي ربي سبحانه، وصلي ركعتين بعد منتصف الليلة، في الليل على 12 على 12 على الوحدة على الساعتين، كي تركح رجل الإخلاص، اتوضاي وديري النية الصافية وتوكلي على ربي، وحطي السجادة تاعك الله الله، وقابلي ربي سبحانه بنية صافية وقلب للخشوع. وش تقولي؟ اللهم إني أسألك باسمك الأعظم الذي دعيت به استجبت، وأشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ومن بعد ادعي الحاجة اللي حبتها انتي. نعودها اللهم إني أسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به استجبت، وأشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وادعي يا أختي الحاجة اللي حبيتها. اللي ما عندهاش دراري تقول إن شاء الله ربي يحل حزامي، اللي عندها مشاكل في الدار تقول ربي إن شاء الله يحط لهنا على هنا في داري، وينحي عليا الكربة دي اللي حطها ربي عليا، ونقولوا حمد لله مهما ربي حط عليك رب، ونقولوا حمد لله هذا ابتلاء من عند ربي سبحانه. تسمى اللي تجي من عند ربي سبحانه حمد لله أختي، ادي زكاة النفس. اللي عندها هتعقب الباك قبل ربي سبحانه وتقول يا ربي راني نقدم على حياة جديدة وامتحانات، بربي إن شاء الله تكون معايا،
ربي يوم يخيبش يا البنات. والله مني انا الاولى طحت في قدهن حوايج، في في قدهن لقطه في لقطه في لقطه في لقطه، ووقف معايا والله، وقف معايا. عليها انا ديما نقول لكم راني قريبه قريبه لربي، جامي دعيت حاجه لربي سبحانه خيبني. ان الاعمال بالنيات يا البنات، ما تدعيش وقلبك من الداخل اكحل، لا صفي قلبك، صفي قلبك صفيه. قال المصري تولي زي البفطه البيضه. وجاب لي ربي سبحانه بتشكي حتى واحد، تقوليش هديك صاحبتي نشكي لها، تقوليش هديك يا بنت خالتي نشكي لها، مهما احترامي لبنات الخالات، انا عندي بنت خالتي ما شاء الله، بصح لا، بنت خالتك اللي فيها يكفاها، نزيدها انا همي، ما نزيدهاش همي انا. الناس الكل عندها مشاكل، بس عارفة كيف تحلي المشكلة تاعك؟ بالدعاء، بالدعاء. ادعي وحق ربي ان ربي يهز عليكم الكرب بكل مجربة دعانا. وابكي ابكي، جاب لي ربي سبحانه، ابكي بالنية صافية، وشغله مقابلك، واشكيله واحكيله، قول وانا هك وانا هك وانا هك وانا هك وانا، وبالنية صافية، وبيدي قلبك من الداخل. وبربي ان شاء الله راجلك هذا اللي قاهرك هذه رساله كيف قلت لكم بنات، او كومنتير تحبوا حتى تدخلوا تقراوه. عن بالك غضتني خلاه كي ما رقدتش، باش قلت لكم انتم ماكمشكم لي زابوني تاعي وبطاطي وقناه وخراديش هذيا، لا 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 شهره، لا عمر بزبروش من شهره سعدي وعدي. احنا خواتات، خواتات اللي عند نحكيو مع بعضانا. كيف قلت لكم اختي ماتت، انا ربي عودني بمية اخت، بمية اخت عندي. عن بالك تلمو محبة الناس اللي بعتولي ويحبوني، ياه وش من صوارد، وش من قصورة، وش من الدنيا، كله في كفة، وحب الناس في كفة. واحد كي يبعث لك كومنتير ويقول لك بارك الله فيك، هديت تشرب الصوارد جامي دلابي. لو كان بالله كنت تقولي لي درك انا نمد لك كنوز الدنيا. كيف تقول ماما عندها واحد الماتل، ماما تقول لي ماما شوفي يا فلانه، قولي ما نربحش بس حنسلك على خير وعافيه. قصدها مش ما نربحش في الدنيا، ما نربحش يعني على الصوارد، ربي ما يجريش صوارد في يدي، ما نربحش صوارد بس حنسلك على خير وعافيه. هذا المثل عنده حوايج ياسر، ما نقولوا الحمد لله. وادعيوا الاخت ناديه في رمضان دا، وفي العواشر دي، وفي ليله القدر ان شاء الله ربي نحي لها الكربه دي. وان شاء الله يا اختي يا زينه، ما بيش حتى وش اسمك، ربي يفتحها في وجهك، وربي ينحي عليك الضر، وربي ينحي عليك الكرب، وهذا ابتلاء من عند ربي سبحانه. والحمد لله يا بنات، واشكروا ديما نعمه ربي، وقربوا لربي على قد ما تجربوا. بنات الحياه راهي قصيره، راهي قصيره، الدنيا دي قصيره خلاص يا بنات، قصيره 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 قصيره. قدر نعطس درك تطلع روحي، والله هاي نعطس تطلع روحي. ملا اغتنموا الفرصه يا البنات، لي ما يصليش يصلي، لي يقرص في الناس، ما بقاش يهدر في الناس ويشلتت في الناس، يحكم فمه، لي يدير خطط للولايه، ما كلاه ديروا الخطط للولايه. اي وليه قال لك وليه اللي كان يهوديه. الدنيا راهي رحله قصيره يا البنات، لازم نستدركوا، لازم ندير اللي كنا نديروه ما بقيناش نديروه. احنا مشنا باقيين صغار يا البنات، احنا باقيين كبار. الحوايج اللي مش ملاحه اللي كنا نديروها لا، نبداو نحيو بشويه العادات. ما قلت لكم ما قلت لكمش واني معصومه انا من الخطا، لا، حتى انا في يدي فوات قد ما نقد، بس حنحاول نحي الحوايج مش ملاحه بشويه 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 بشويه. ما كانش واحد في الدنيا دي خلق من عند ربي سبحانه بفطه بيضه وكلش ريقلو وما يهدرش وما لا 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 لا. كيف تقول ماما لسان ما فيها دم، لسان ما فيها دم. احنا نساكن تلاقاها فينا دي رتيقة، بس حنحاولوا بشويه نحيو علينا الحوايج اللي مش مليحه اللي يكرهها ربي سبحانه. ودعوا الاخت ناديه ربي فرج عليها في العواشر هذه. وشكرا جزيلا، وسامحوني يا بنات اذا طولت عليكم، وبارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير. شكرا وباي باي.